الجنرال محمد أوفقير، والذي يوصف بالجنرال الدموي، رجل الغموض والتكهنات والتوقعات. منذ أن دخل المشهد المغربي وهو رجل الملفات السرية والدموية المغرقة بالقسوة والعنف. شخصية مثيرة للجدل، لديه هوس بحب السيطرة والتحكم وتوزيع الأوامر. تتميز شخصيته بالفوقية والقسوة وحب التسلط. كان يعتبر من أقوى الشخصيات العسكرية المحيطة بالحسن الثاني، والحائزة على ثقته واليد الضاربة له ضد التمردات الداخلية. ارتبط اسمه في عهد الملك الحسن الثاني بما يسمى في المغرب بسنوات الرصاص، التي تميزت بتشديد القبضة الأمنية على الحياة العامة وقمع المعارضين. تولى أوفقير منصب المدير العام للأمن الوطني في يوليو سنة 1960، ثم شغل منصب وزير الداخلية في سنة 1964. وبعد محاولة الانقلاب الأولى التي هزت علاقة القصر الملكي بالنظام العسكري لأول مرة، عين الجنرال أوفقير ليتولى مهام وزير الدفاع سنة 1971، واحتفظ بنفس المنصب إلى غاية وفاته.